حبايبي، يا رب تكونوا بخير. جولة جديدة من جولاتنا اللي بنعملها في الوكالة، والنهاردة بقى جبت لكم مكان فيه عبايات حلوة قوي واسعارها على قد الايد عند الحاج محمد. ازيك يا حاج محمد؟ ازي حضرتك؟ هقول لكم دلوقتي المكان والاسعار وكل حاجة، وهسيب لكم الرقم في اول تعليق مثبت للي حابب يتصل بالحاج محمد. كمان يا جماعة الحاج محمد عنده شغل اعلى من كده. ان شاء الله يبقى اجيلكم مره كده بدري واحاول اصوره لكم للي بيحب الشغل العالي، برضو كله براندات وحاجات خليجي وكده. ورينا غيره بقى يا عم محمد. بصوا يا حبايب، عم محمد موجود في المكان اللي هقول لكم عليه ده كل يوم حد، بس هو موجود جوه بيبيع حاجات كمان جمله باسعار حلوه. لو عايزين تيجوا في اي يوم غير يوم الحد ممكن تتصلوا بيه وايه هو يوديكم. هو المكان بعيد يا حاج محمد؟ لا، هنا المسجد يعني في نفس الشارع. طب حلو قوي. بصوا مقاس كبير. مقاس بصوا يا جماعه كبير ازاي، والشغل من تحت حلو قوي. بصوا ده تراب يا جماعه اللي فوق ده، وهي ده شكلها، وفيها تيكت كمان. بصوا التيكت اهو، وشكل الزراير بتاعتها اهي، حاجه شياكه يعني. معاك شنط يا عم ميمي؟ عندك شنط؟ حبيبي الله يبارك لك. عندي والله. قول لي انا. بصوا يا جماعه الحاج محمد اهو تعبينه معانا. بصوا شايفين الشياكه؟ خبر ابيض، حلوه قوي العبايه دي، شايفين شكلها؟ بصوا بقى يا جماعه الحاج محمد بيكون موجود قدام محل تيتو، وهنا المدينه المنوره، وده زي ما انتم عارفين شارع زكي السماك او بولاق الجديد، قدام القهوه على طول. حاج محمد قدام القهوه. وهاخد رقم احط لكم في اول تعليق عشان لو عايزين تيجوا غير يوم الحد هيوصف لكم المخزن بقى فيه الشغل الجديد كله. بصوا دي كمان حلوه قوي. في عندك مقاسات يا حاج محمد صح؟ عشان حبايبنا بيحبوا المحشي. طب كويس. طويله وعرض. ورينا غيره. ده بكام العبايات دي بقى يا عم محمد؟ 120. دي ب120. طب هو بتبقى اسعارك كده في الرينج ده كل يوم حد؟ يعني 100 و 120. بصوا يا جماعه في هنا كل دي حاجات ب100 اهي متعلق عليها 100 جنيه، وفي حاجات ب120 الاعلى شويه، وفيها تيكت برضو. احنا مالناش دعوه بالتيكت، انت بتدوري وتبصي في الحته بتاعتك وتشوفيها. بصوا ما شاء الله عم محمد بيطلع لنا شويه حاجات حلوه اهي، شايفين الشكل؟ بصوا من تحت المقاس حلو قوي. بصوا ولا زرار مقطوع ولا اي حاجه، جميل حلو يا عم محمد، تسلم ايدك. طبعا احنا يا جماعه بالليل فالشغل اتنقض، يعني اتنقى منه الحلو كله. انتوا لو هتيجوا تعالوا لحد الصبح هتلاقوا بقى ايه حاجات حلوه واحلى من كده بكتير. بصوا دي الشكل بتاعها من هنا اهي، بصوا اهي، بصوا تحت ده شكلها حلو قوي، ومقاس اهي، كله مقاسات حلوه. انتوا بقى لو هتيجوا لحد تيجوا بدري. بتكون موجود الساعه كام يا حاج؟ بكون موجود الساعه 6 الصبح. 6 الصبح ما شاء الله. 6 الصبح يا جماعه، يعني 6 الصبح بيكون موجود. شايفين الشغل اهو، مش هنلاقي حاجه فيها قطع. لا مفيش الكلام ده. مفيش قطع بقعه الكلام لا ده؟ لا يا جماعه ما عندوش ولا قطعه ولا بقعه، حلو قوي. وقلت لي يا حاج ان بتجيب عندك برضك حاجات حلوه في المخزن. اكيد طبعا. بتبقى اسعارها اعلى من كده بس جودتها اعلى، حاجات نظيفه. بصوا يا جماعه يعني لو حابين كمان حاجات اعلى من كده، بصوا شايفين الكم؟ بصوا الكم وجماله حلو قوي. وتحت مفيش ما شاء الله ولا عبايه قصيره ولا الكلام ده. شايفين شكلها من تحت؟ فيها كده البليسيه من تحت تحفه بجد. تسلم ايدك يا عم محمد، تعبينه والله معانا. يلا بقى عايزاكم تيجوا وتقولوا ان احنا من طرف قناه نيردين والحبايب،
ويطلع لكم احلى حاجه ان شاء الله. شايفين دي؟ الله، بصوا بصوا، شايفين الوسع اهي، في شغل واسع يا جماعه. والكم بصوا شكله شيك ازاي، شايفين الكم؟ بصوا حلو قوي، حلو قوي يا حاج محمد، حلو. ورينا حاجه كده تنفع سهره جوه برضو. بس هنا انا شايفه حاجات كده فيها لمعه وحاجات كده يعني. بصي دي، هو مش عاجبه الشغل ده، بيقول لي يا ريتك جيتي بدري كان هيبقى الشغل احلى. بس طبعا انا باجي متاخر علشان اقدر اصور لكم. الصبح يوم الاحد بيبقى صعب قوي. بصوا كمان من تحت، بصوا ده، شايفين الشغل اللي عليه؟ شايفين؟ بجد حلو قوي، وب125 جنيه. حلوة جدا، مفيش بقى ولا حاجة مثلا مقطوعة ولا حاجة، كلها كويس تمام. وفي واحدة ملونة هي يا حاج محمد برضو، اللي هي ايوه اللي انت ماسكها في ايدك. في حاجات اهي برضو ملونة، عشان ايه؟ الله، شايفين يا جماعة الشغل؟ بصوا شايفين الوسع اهي، حلوة اوي. جميلة جميلة، تسلم ايدك. شايفين دي حتة رقيقة كده. بصوا في شغل كده على الايدين اهي اهو، بصوا الشكل تحفة، حاجة كده سبيشال. اخر عباية عشان ما تعبكش لان اخر عباية. بصوا يا جماعة العبايات كتير، بس انا مش قادرة اقلب في الستاند عشان طويل عليا، والحاج محمد تعبناه يعني، فكتر خيره يعني. فبصوا يبقى تعالوا بقى انتوا واختاروا. بصوا ده كمان عبايات اللي هي ب100 جنيه، ما شاء الله كتير. واحنا كده اخر النهار يعني، الستاندات دي بتبقى مقفلة. ولا انت بيبقى عندك استندات اكتر من كده يا عم محمد؟ لا عندي شغل كتير نضيف جوه. بس انت جاي اخر النهار. معلش بقى يا عم محمد عشان نعرف نصور. طب بذمتك انا لو جيت الصبح كنت هتعرف تصور معايا؟ لا بس لو بالنهار قوي الساعة 8 الساعة 7 يبقى بايت عندكم من السبت بقى ربنا يخليك. يلا يا رب يكون الفيديو عجبكم. تعالوا بقى الحاج محمد وان شاء الله يعمل معاكم واجب حلو للي يجي من طرف. ماشي يا عم حاج محمد؟ تنوري الدنيا كلها. يجوا حبايبي كده هتعمل معاهم واجب حلو. تسلم يا عم.